بسم الله باش نعملو كسكسي دياري ما شاء الله مكسكس في الدار تبارك الله. قلينا الفلفل في الزيت اولا، والزيت اللي قلينا فيه الفلفل نحطو فيه اللحمه تاع العلوش وشويه بصل ونخلطو، ونزيدو الفحم تاعنا. دونك هنا باش يكون الملح والفلفل الكحل واللي هو دياري ومعمول برشا فحات مخلطين، جوست نحي من التبل وكرويه والباقيه جوز هكا بشويه وسختوه نحطو فيه زيادة طريف عود وشويه كركم. الوغ لا نجمو نحطو حسب الذوق، انا اخترت نحط 3 مغارف خاطرنا عويله ان شاء الله. وني يا سيدي رطل طماطم مرحيه في الماكينه ومعاها الفلفل الاحمر حسب الذوق، انا حطيت مغرفه كبيره فلفل احمر فلفل زينه يعني، ومعها وفات 4 مغارف طماطم حكة كبار. النوعية اللي اخترتها لهنا في الحكة هي بتي باري، بالنسبة لعام السنة بالذات حكتها سافا باهية في وحريحتها. ودونك نقليوها مليح، وبحكم الخلطة اللي عملناها في الماكينة اللي هي طماطم وفلفل مرحي وكل شيء، التقلية تكون تحفونة برشا ومانيش باش نزيد ماء هنا نزيدو شويه حمص مثلج. بون الحمص اللي عندي طيب، سينو تنجمو تثلجوه ديجا مسموط، وشويه فول، والفول هذايا ماذا بيك تقصو شويه من فوق، يا اما كيما عملتني هنا اون فيت تو سامبلومون قشرته كل. هنا شويه نصايح خاصة اللي يتعلموا جدد، راهو الفحات الدار هي الكل، هي اللي تعطي ريحه، مش الفحات المشريه من برا. وزيدها راهو الزيت يلزم تزيد باهي، يلزم طماطم باهيه، حاجه باهيه برشا انك ترحي طماطمك حاب تخلطها بالطماطم الاخرى. وراهو اذا كان انت استعملت حاجات الكل في الكل في الكل ماهيش بيولوجيك، ما هيكش باش تحصل على القوم تاع كوسكي دوريجين. هنا حضرنا شويه خضره، دونك فما بطاطا سفنيريه بصل قرع وفاز الكرنب، هذيك فازة تعلمتها من امي تبارك الله يبنن على الاخر. كان لاحظتوا عبيت الماء، دونك اون فيت ما صورتيش الفازة ديزولي، مي بون هني زايده الماء لهنا ونغطي طنجره بالكسكاس نتاعها. هني يا سيدي عندي كسكسي ديري، كسكسي علا القلعة الكبيرة تبارك الله. الكسكسي هذايا راهو يتفور فورا برك، وزيد حتى كان وحدة غلطت في الصوص ولا حطت أكثر شوية يجي منين دون توليكا ما شاء الله تبارك الله. دونك اون فيت طريقتنا احنا نحطو عليه الماء اللي يعوم الماء وبعديك نصفيو بصفاء تو سامبلومون هذيك، وبعديك فورا برك سا مارشوغا تري بيان ان شاء الله. وتوا بعد ما صفيناه نحطو عود قرنفل وفلفل كحل وسختو زيت زيتونه، نعملهم بعد ما نشللوا بالماء. علاش؟ على خاطر سينو مش يضيع عليك القوه الكل في وسط الماء اللي طيحته في اللافابو. واستنيتو شيحه شويه وبعديك حطيته من فوق في الكسكس باش يفور، باش كل شيء يغلي في عقله. وبعد قريب اكثر من نص ساعه بشويه تفوير طاب بالكدا ما شاء الله تبارك الله. دونك صبيت الصوص فوقه وحطيت جوست كزافيه هذيك باش نقص من معناها باش الصوص تهبط فوق الكسكسي والخضره تفضل لي، وخلطته جي كعبه كعبه ما شاء الله. وتوا حضر حطينا الخضره من فوق وحطينا كعبه الفلفل اللي بريزونتي. ربي ديمها علينا نعمه.